ايه العربيات اللي موجوده في مصر دلوقتي تحت المليون جنيه؟ اول عربيه سوزوكي اسبريسو، هي على الورق كروس اوفر بس هي في الحقيقه كنزايه وب 550,000 جنيه. عندك تشيري تيجو 3 وسعرها 850,000 بس حسها كده راحت عليها بعد ما نزلت. التيجو 4 برو اللي اول فئتين فيها تحت المليون جنيه. واخيرا جي اكس برو سعرها 925,000، بحبها قوي بس ما نجحتش مع الاسف. ارخص عربيه سيدان هي البي او دي الاف 3 من 650 لحد 730,000 جنيه. شيري اريزو 5 من 670 ل 750، ارشحها بقوه لو استخدام شخصي مش شغل. نيسان صاني من 700 ل 800,000 جنيه بس اتحطت في موقف صعب لما الاوبترا الجديده نزلت واتسعرت من 725 ل 750 وخف اوفر برايس شويه مع عرض. موتسوبيشي اتراج ب 790,000 جنيه وما نجحتش للاسف العربيه دي. اكسنت ار بي من 800 ل 925 وشوف سعرها بقى مبالغ فيها قوي بالذات ان بقى في بدايل كتير. ورينو تالينت من 800 ل 900,000 جنيه، كل سلندر ب 300,000 جنيه. جيلي ايميجراند الافضل تحت المليون من وجهه نظري من 850 ل 970. باي كيو 5 بلس من 875 ل 975 ودي عربيه كويسه برضو بصراحه. واخيرا المشطشطه الصغيره ام جي 5 من 900 لمليون. ثانيه واحده بس، في حاجه نسينا نقولها عشان الفيديو متصور من زمان. عندك البروتون ساجا نزلت التجميع المحلي بسعر 630 والسوزوكي سويفت بسعر 850. كل سنه وانتم طيبين. فلاتش باك سوزوكي سويفت وميتسوبيشي ميراج. هذه الاسعار لا تشمل الاوفر برايس. ولا تنسى الفولو.